السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بص، أنا هحكي لك حاجة وأنت ليك الحرية تصدق أو لأ، بس اللي هقوله ده مش من وحي خيال. دي قصة حصلت في قلب القاهرة، حي قديم من أقدم الأحياء، في شارع قليل اللي يعرفه اسمه شارع الرقعة. الشارع ده مش موجود عليه خريطة، بس موجود في حكايات الشيوخ اللي موجودة هناك. ولما تسأل هتلاقيهم دايما يقولولك اوعى تقرب من هناك. ولما تسأل ليه هيقولولك عشان في بيت باين عليه مهجور، بس الحقيقة إنه مش فاضي. البيت ده فيه أرواح لسه عايشة ومش ناوي تسيبه أبدا. النهاردة هحكي لك قصة حقيقية رواه شيخ كبير وسجلت شهادات من سكان المنطقة. لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو دلوقتي، ولو ناوي تكمل استعد. اللي جاي ممكن يغير نظرتك لأي بيت قديم ممكن تشوفه. قصة غريبة بس لازم تشوفها، قصة بيت الرقعة. الأسرة كانت بسيطة، عايشين في شقة صغيرة في بولاق. الأب حسن موظف في بنك، عاقل وراسي وفاهم الدنيا حواليه، بس جواه فضول غريب ناحية العالم التاني. الأم أمينة ست بيت محترمة وملتزمة، وبنتهم ليلى عندها 7 سنين، ذكية بس من وهي صغيرة كانت بتحلم بكوابيس غريبة. يوم حسن شاف إعلان عن شقة في شارع الرقعة، بيت 3 طوابق وسعره غريب. بس مسار قال لهم البيت قديم بس متين، الناس بتبعد عنه شوية أصله فاضي بقاله كتير. أمينة ما كانتش مرتاحة، بس حسن أصر ونقله. أول ما دخلوا ليلى وقفت قدام أوضة في آخر الطرقة وسكتت خالص. فجأة قالت في صوت بيندهلي بيقول لي ادخلي. في أول أسبوع الكهرباء كانت بتقطع كل يوم الساعة 3:07 الصبح، كانت ثابتة بالميعاد ده. كان في صوت قطة بس هي مكانتش موجودة في المكان. باب القبو كان بيتفتح لوحده. أمينة كانت بتلاقي الأرضية مبلولة دم، بس لما تبص بتختفي. وليلى بدأت ترسم وشوش مشوهة، ستات بعيون سودا ووشوشهم مسودة بالحبر. في يوم ليلى لقت دمية مش بتاعتها، قالت هي قالت لي خليها معايا، دي لعبتها المفضلة اسمها جنى. أمها كل مرة ترمي الدمية تلاقيها تاني يوم في نفس المكان. حسن بقى يصحى على صوت خربشة على باب الأوضة، يسمع حد بينزل السلم، ولما يفتح بيلاقي الباب مقفول. أمينة بتحس بنفس سخن على ودنها، ولما تقوم بتلاقي حسن نايم بعيد. وفي ليلة بيدوروا على ليلى، بس ليلى اختفت. فضلوا يدوروا عليها، سمعوا صوت ضحكها من تحت. مين؟ من القبو. نزلوا بسرعة، لقوا على الحيطة مرسوم بالفحم هيكل شكله غريب. فجأة سمعوا صوت أنا مش ليلى، أنا كنت هنا قبلكم. أمينة راحت للشيخة في أول الشارع اسمها الحاجة نجاة، قالت لها البيت ده كان بتاع شيخ سحر ضحى ببنته علشان يفتح بوابة العالم التاني. البنت ماتت ولسانها اتقطع ولسه صوتها ساكن في البيت. نجاة سألتها قالت لها بنتك بتتكلم مع الدمية؟ ردت أمينة وقالت بسمع صوتها بس مش بشوفها. الست قالت يبقى كده الجحيم بدأ. ليلى بدأت تتكلم بكلام مش مفهوم، عبري لاتيني، مزيج غريب من الحروف، بترسم رموز على الأرض. وكل ما تمسحها أمينة تلاقي تحتها نفس الرسم محفورة. حسن لها صورة قديمة تحت الأرض، صورهم هم التلاتة، بس في واحدة، في بنت غريبة واقفة وراهم. وفي يوم ليلى وقفت قدام المراية وقالت لساني هيرجع وساعتها هصرخ والكل هيسمعني. الساعة 3:07 بقت لحظة رعب كل يوم. البيت بيهتز والكراسي تتكسر، أبواب بتتقفل، وليلى في صراخ دائم.
ودايما كانت بتقول مش أنا اللي نايمة في السرير، أنا تحت. حسن لقى دفتر مكتوب فيه تعاويذ واسمه مكتوب عليه بالدم. افتكر من 10 سنين جرب تعويذة غريبة من كتاب قديم في نفس البيت ده، وكان ناسي. الحاجة ناديت قالت لازم نعمل طرد روحي، بس محتاجين لسان البنت. حفر في الطابق التحتاني، لقوا جثة بنت ملفوفة في كفن أسود وجنبها دمية ولسان في صندوق خشب. ودلوقتي بدأ الطرد. الحيطان نزف الدم. ليلى طارت في الهوا وقالت بصوت مش صوتها رجع لي لساني يا حسن. بعدها رموا الصندوق في النار. البيت انهار جزئيا والجثة اتحرقت تمام. بعد شهر الأسرة انتقلت لشقة جديدة، كل حاجة بقت هادية. وفي يوم ليلى بصت في المراية وفجأة ضحكت. أمينة خافت، لكن ليلى قالت ما تخافيش يا ماما، هي بتضحك وبتشكرني. حسن كتب اللي حصل في كتاب، وأمينة بقت تحذر كل الناس من اللعب بالسحر. لما حد يسألهم هو البيت فعلا كان مسكون، يقولوا له المشكلة مش في البيت، المشكلة إنك تسكن معاهم. ولهنا يبقى وصلنا لآخر قصتنا. لو القصة عجبتك متنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان ميفوتكش اللي جاي من روايات طاحون. ولو عندك قصة ابعت على الانستجرام، الرابط موجود في الوصف. سلام.